السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل طواجن مكرونه باللحمه المفرومه مع العيش التوست الجميل دوت. شايفين بقى الريحه تحفه. ويلا بقى بينا يا حبايب قلبي على المقادير عشان نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه نص كيلو من المكرونه القلم. ويلا بقى نبدا نعمل اللحمه المفرومه الاول. انا مستخدمه معلقه كبيره من السمنه على معلقتين كبار من الزيت. وهنزل طبعا بصلتين من الوسط مقطعهم قطع صغيره. هديها بس التشويحه كده اهوت اللون الذهبي. وبعد كده انزل عليها باللحمه المفرومه اشوحها كده اهوت وانزل عليهم بقى بالبهارات. طبعا رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح ورشه من بهارات اللحمه ورشه من البابريكا. تمام كده اهوت. واقلبهم كده اهوت وانزل عليهم بمعلقه من معجون الصلصه. تمام اوي كده. هقلبهم برضو كده وانزل عليهم بقى بفلفل من الحامي وفلفل احمر ده طبعا حسب الرغبه. واديهم طبعا تشويحه كده اهوت وانزل عليهم بقى بكوبايه من الصلصه اللي انا هاخدها منها اعمل صلصه المكرونه. تمام اوي كده. واسيبها بقى. تعالوا بقى نعمل صلصه المكرونه الجميله. طبعا انا بشرب بصلايه صغيره كده هشوحها كده. بعد ما تخش كده قبل ما تحمر هنزل عليها بمعلقه مفروم توم مفروم واديها برضو تشويحه. وانزل عليها بقى معلقه كبيره من معجون الصلصه. وانزل بقى بالبهارات. طبعا انا مستخدمه رشه من الكزبره الجافه رشه من الكمون رشه من الملح رشه من البابريكا. تمام اوي كده. وهقلب كل الكلام دوت كده اهو الاول. واروح طبعا نازله عليها بالصلصه اللي انا مصفيه طبعا بعد ما فرماها في الخلاط صفيتها. تمام اوي كده. احط عليهم بس رشه من الملح عشان اللي المزازه الصلصه والحموضه. واسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها. بعد ما اتسبكت طبعا هنزل عليها طبعا بالمكرونه الجميله ديت. هديها بس ربع ساعه كده اهوت عشان اخد بس ربع سوا. تمام كده اهوت. بعد ما شربتها من الصلصه اهو طبعا رصيت الطواجن من اللحمه المفرومه. هرصها طبعا المكرونه اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حطيت كوبايه من الميه على نص كوبايه من الصلصه وبهرتهم طبعا. وهنزل عليهم برضه عشان تديني تطلع المكرونه كده مفلفله وجميله ما تبقاش نيه. ورشه من الفلفل الاسمر عليها. طبعا هلفهم اهوت طواجن واحطهم طبعا على حراره 160 واسيبها بقى تعيش مع نفسها. تعالوا بقى نعمل العيش بتاعنا الجميل دوت. انا طبعا معايا رغيف من عيش الشامي اهوت. هقطعه كده طبعا بالمقص اللي هو بتاع المطبخ. تمام اوي كده. يلا بقى نحمره على زيت غزير. شايفين جميل ازاي؟ بعد ما قلته وطيت النار عليه عشان ما يتحمش مني. وطلعته طبعا على مناديل. وتعالوا بقى نحط فيهم شويه بهارات طبعا فلفل اسمر شويه ملح شويه كمون شويه كزبره زي ما انتوا شايفين. يا جمال الطاجن تحفه. وريحته بقى والله تحفه. تعالوا بقى نقلب الكلام الجميل دوت. الله بسم الله ما شاء الله عليه. واللحمه بقى جميله فيه والمكرونه مستويه وزي ما انتوا شايفين اهو. يلا بقى بألف هنا وصحة وهنا على قلبكم. ويلا بقى جربوا يا حبايب قلبي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان ينزلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.